عامة اتقابلت مع الناس دي ازاي؟ اولا ابراهيم ده صديقي كده جاري. تمام. فاحنا نزلنا هنا بقالنا فترة طويلة جدا، فكنا قابلنا يوسف وكده، فتعرفنا على بعض هنا، فبدأت بقى مرحلة الغنى من هنا بقى في نفس المكان ده. احنا اتقابلنا هنا، اتجمعنا هنا، يعني اتعرفنا على بعض هنا. فزي ما تقول يعني المكان هو ملتقى شويه للناس اللي بتلعب مزيكا، والناس تنزل ترقص، الناس اللي بتنزل تقول شعر. يعني المكان مرتبط بالفنون يعني. بننزل نقعد مع بعض نغني، يعني الموضوع بيبقى فيه ملكه حلوه في المكان، وبتبص تلاقي نفسك يعني في جو لذيذ شويه، غير بقى الزحمه اللي بيحصل في المدينه بقى بره، ما بيبقى فيه دوشه وكده. فالمكان لذيذ يعني، الناس كلها بتقعد فيه. مش من حقك تحلم بيا او بعينيا او تلاقيني في مره بشوق. هو المكان خلاص خد فكره كده في مصر ان الشارع ده يعني يعتبر عرض، يعني في سياحه اولا، وتاني حاجه انت بتظهر نفسك شويه للناس، او انت بتنزل يعني تفك شويه. انا بنزل الشارع ده اقابل صحابي، اقابل يوسف واحمد، نلعب مزيكا مع بعض لحد ما نغني الاغاني اللي هي الماركت، اللي هي تامر عاشور، الماركت يعني السوق. تلوم عليا ازاي سيدنا وخير بلادنا ماهوش بيدنا. بزيد مثلا خبرات، انا مثلا عندي حاجات مثلا انا مش عارفها، فمثلا ممكن اشوفها مع يوسف مره، ممكن اشوف حاجه مع ابراهيم، انا مثلا مش عارف دي حاجات يعني بنلقط من بعض، فبنعلى مع بعض يعني اكيد يعني. نفسي اقابل حماقي. ليه؟ بحبه قوي. عاشق الشرقي، بغني شرقي كتير جدا، اغاني قديمه زي محمد عبد الوهاب، الناس القديمه جدا دي بحبها. الغربي بحبه مع اصحابي بس.